مالك يا علاء عمال تصوت وتجعر؟ ايه يا عم مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ انت مش متجوز ولا حاجه عشان نقول مراتك مزهجاك؟ هو انا لو متجوز ومراتي زهجتني هزعل؟ لا، ده انا هخلي جاموسه تدوس عليها تموتها. اني زعلان يا بالعمدي. البقره كانت عشاش، اتسرقت ليله امبارح في العشيه كده اهو. احنا روحنا وسيبنا البهايم في الزريبه، جت ما لقيتهاش. دي عشار، دي خلاص هتولد. ما فيش حد بيخش البلد عندنا هنا ولا حد يستجرأ يسرق اي حاجه. الله، هتكون مين اللي سرقها يعني؟ مين اللي خد البقر؟ هو انا ايش عرفني يا رمضان؟ اني روحت وجيت ما لقيتش الا الجاموسه دي والبقره. البقره التانية كانت خلاص على وش ولادي، ده كانت ممكن تولد النهارده. ده اللي حط عينه وخدها، خد اللي هي هيستفيد بيه. هتولد عشان يبقوا اتنين، ما خدش اي واحده من دول ليه؟ دي البقره دي غاليه عليا قوي، اني هتجنن عليها. مفيش حد غريب دخل البلد دي ولا حد يستجرأ من أهله يسرق حاجة. ها؟ احنا بلدنا كله ناس محترمين وشبعانين، واللي بيعوز حاجة بيروح ياخدها من عند أي حد من جيرانه. كلنا هنا عيلة واحدة. مفيش حد دخل غريب عندنا هنا البلد غير عنتر. عنتر اللي كان متجوز الست لوزة. ولا ايه؟ مش واخدين بالكم؟ مش واخد بالك يعني يا رمضان ولا ايه؟ ايه رأيك في الكلام ده يا رمضان؟ فعلا لوزي كانت متجوزة عنتر، وعنتر ده ايده طويلة وحرامي واحنا كلنا عارفين. ايه؟ وهو جار في داهية، هو اللي عارف البلد ومخابئ البلد وكل حتة فيه. يبقى هو اللي جه سرق البقرة بتاعت علاء. شوف يا رمضان، انا لو عرفت ان علاء دي هو اللي سرقها، ده انا هعلقه في الشجرة في النخلة. ايه؟ مش هيفرق عندي احنا نسايب ولا لا. نسايب ايه بس يا عمدي؟ ايه ما ايه دخل النسايب بواحد حرامي؟ عنتر دي حرام، ايوه. انت لو مسكته، ده اني لو مسكته اني مش هخلي له وش من جفه. شوف لك صرفة مع الست اللي انت متجوزها وجايبه لنا حراميه البلد. اني مش عارف انت رجعتها ازاي تاني يا رمضان. اني مش فاهم الموضوع ده. بلاش 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 يا عمده ندخل الحريم في قعدتنا دي، بلاش. بلاش ليه؟ ها؟ ما هي اخت مراتك سعاد، ما هي متجوزه شندوين، ما حد سامع لهم صوت. ست كمل محترمه صحيح، يبقوا اتنين اخوات وتطلع واحده فيهم زي لوزه دي والتانيه تطلع زي سعاد. حكمتك يا رب. الست سعاد الله يمسيها بالخير، ست ما شفتش زيها. ست محترمه وكويسة جدا وأنا مبسوط. أنا كانت بعد الحاجة ما ماتت قلت أنا مش هتجوز تاني أبدا في حياتي. لما اتجوزته قد إيه السعادة. أنا مش ندمان أبدا على جوازتي منها. ست بتهون عليا الوحدة اللي أنا كنت عايش فيها، وست نظيفة وكويسة ومحترمة. سبحان الله سبحان الله. يا بختك يا شندوين، يا بختك. ربنا رزقك بست محترمه وانا رزقني بست شريره. امال ايه؟ لوزه دي شريره شريره، كل الصفات الوحشه فيها. جيت لي رجعني يا رمضان واتمسكنت لحد ما اتمكنت، ورجعتيه وانا اهطل واهبل. والاخر رجعت تعمل نفس اللي كانت بتعمله اكتر وزياده، وبتتنطط وصوتها يطلع وصوتها عالي، وست قليله الادب. ها؟ انا بنام في الغيطان، بنام في الغيط عندي، بنام في اي حته، وجت بهدلتني برضه. انا مش عارف. صحيح يا ولاد، اللي فيه ده عمره ما يتغير ابدا. الواحد النضيف الحلو يفضل كويس، والوحش يفضل وحش. ها؟ عندك مراتي قمر وعندك أختيه فتحية، الاتنين ما يتخيروش عن بعض. الاتنين محترمين وكويسين وعاقلين ومتربيين تربية صحيح، وفتحية بتربي عيالها أحلى تربية. ولا إيه يا رمضان؟ ده رغم اللي أنت عملته فيه، ها؟ وبرضه لسه واقفة على رجليها جبل جبل. ربت عيالها، وكمان لما خلفت من جوزها ربت. ها؟ أنت ما فكرتش تدور على أمك؟ دي أمك قاعدة عندها ها من يوم مراتك ما ضربتها. بقى أنت مراتك تمد إيدك، تمد ايديه على حماتي؟ اخص عليك، اخص فين الرجوله والنخوه؟ وانت ما عملتش اي حاجه يا رمضان. ازاي تسمح لمراتك تمد ايديه على امك؟ حتى لو امك دي غلطانه، امك فيها العبر كلها. دي امك، مين اللي يقبل ان اي حد يهين امه؟ ده احنا لما بنبقى ماشيين مع امنا واحنا صغيرين واي حد يعاكسها ولا يقول كلمه كده ولا كده كنا بناكلوه. امال دي مراتك يا ولد، مراتك تخليها تمد ايديها على امك؟ اخص اخص على الرجوله، اخص. الكلام ده جديد علي. لوزه ضربت امي؟ لا، دي امي اللي ضربت.
دي لوزي جت اشتكت لي وقالت لي امك مسكتني ضربتني في الدار وشدتني مرمطتني سحلتني كده اهو لحد في الشارع بره وضربتني وفضلت تضربني. الله. وفتحيه جت هي اللي شالتها من علي. معقوله يا ولاد؟ معقوله امي اللي ضربت لوزي ولا لوزي اللي ضربت امي؟ مين يا ولاد الصح؟ انت لسه هتفكر مين الصح ومين الغلط؟ دي امك والمفروض انت عارف. كل واحد عارف امه وحشه ولا حلوه. والست وداد انت عارف كويس انها ست محترمه ما بتغلطش في حد وطيبه جدا. الله. ازاي انت تصدق ان امك هي اللي تمد ايديها على لوز؟ انت المفروض لما عرفت الكلام ده كنت تروح وتسمع من امك الاول وتشوف مين اللي زعلها وتكتم رقبه لوز. ها تجيبها تحت رجليك كده اهو. اخس اخس، ده مفيش تربيه ولا في نخوه. الام دي اللي دعواتها تخش بيها الجنه. الام دي لما بتموت بتيجي الملائكه تقول لك يلا راحت اللي كنا بنكرمك علشانها، يلا بافعالك انت بقى. ها حرام عليك. المفروض تستمتع بامك وهي عايشه. تستمتع بوجودها. تستمتع بوجود امك. مش تسيبها رايحه قاعده عند فتحيه عند راجل غريب اللي انا سامعه انها مبسوطه جدا ومرتاحه عندها ارضها وغيتها وبيتها ورايحه قاعده عند الناس وانت ولا في الهوا تبات في الغيط تبني. انت يا ابني في غيبوبه يا ابني. انت فيك ايه؟ ايوه ما هتلاقيها لوزه سحرالك كل شويه تجدد لك في السحر وانت ماشي زي الاخطر كده اهو في غيبوبه. لا بتسال على اولادك ولا حاسس بحد ولا امك ولا جيرانك. ده احنا ما عدناش بنشوفوك زي الاول. انا مش عارف انت صابك ايه يا رمضان. انا لازم اوديك لشيخ يشوفك ولو معمول لك حاجه يفكها وتحصن نفسك بالقران يا ولد. انت لو بتقرا اذكار الصباح والمساء وبتصلي مش هيسيبك مكروه باذن الله. صلي اقرا اذكار الصباح والمساء دي فيها حمايه. دي ربنا بيحمي. ربنا خلق الداء والدواء. الحمد لله على نعمتك يا رب. الحمد لله. عندك شندوين اهو ما بيسيبش فرض. كل اذان يروح يصليه في الجامع. ده انا حتى الفجر بشوفه رايح يصليه. اما رمضان احنا مش بنشوفوه بيصلي ولا بيركح. ده لا بيروح جامع ولا بيصلي حتى في الغيط. ده ما بيصليش خالص. ازاي ما بيصليش وعايز ربنا يكرمه؟ اني بروح الفرد فرد. حتى اسأل عم شندوين بيشوفني على طول وانا بصلي. صحيح في كل صلاة وحتى الفجري بلاقيه جاي يصلي. ايوه احنا بنصلي مع بعض على طول. اصل الناس اللي بتيجي في الجامع احنا عارفينهم. ما احنا بنشوف بعض كل يوم فعارفين مين بيصلي ومين لا. ايه العمده بيجي على طول. اما انت يا رمضان بعيد عن ربنا. صحيح. اني من زمان وانا بعيد عن ربنا. كان كل همي اللي اني اعمل كل اللي انا عايزه. اهم حاجه اكون انا مبسوط واشوف ديت وعايز اتجوز دي واحب دي واعكس في الستات. ايوه صحيح انا غلطان. بس اهو ما هو ربنا جزاني على غلطي. جزاني اداني واحده مطلعه كل العفاريت الزرق والخضر والحمر علي. اني مش عارف اعمل معاها ايه. بس انا من هنا ورايح هجرب لربنا. هصلي واصوم واعبد ربنا واقرا اذكار الصباح والمساء. طبعا انا عارف ديني كويس وعارف ان ربنا قال حصنوا نفسكم بسوره البقره. انا عارف والله. بس انا مش عارف مالي يا اولاد. كل ما اجي اصلي حاجه تبعدني عن الصلاه. انا هدور على نفسي ومش هسيب واحده تتحكم فيا وتبعدني ابدا عن ديني وعن ربنا ان شاء الله. وانتوا بتصلوا ادعوا لي بالهدايه. ادعوا لي اعتبروني اخوكم وادعوا لي بالهدايه. الهدايه دي بتيجي من عند ربنا وبدعوات الناس. يا رب اهديني. ربنا يهديك يا رمضان. اهم حاجه انت يا شندويني انت ورمضان وعلاء دوروا النهارده على الكلب اللي اسمه عنتر ده واللي يعطر فيه يجيبه. هو مش هيلحق يروح السوق بتاع البهايم لسه بعد بكره. روحوا السوق استنوه وروحوا السوق ودوروا عليه. اصل هو مش هياخدها يا ربيه. هو هياخدها يجي يبيعها في السوق ومفيش سوق هنا جنبينا ولا نواحينا غير السوق بتاعنا دي سوق الجمعه. بعد بكره تروحوا السوق تدوروا عليه تجيبوا عليه السوق كله واللي لقيتوه امسكوه لي متلبس. فاهمين؟ يا رب اعطر عليه بايديا دول. بجني طول السنه اقعد ااكل في جاموسي والبقري يجي واحد يسرقني. انا عملت ايه يا رب في دنيتي؟ انا بطلع كل حاجه. ده انا بعمل كل حاجه. بطلع صدقه وزيكه ولله. بعمل كل حاجه والنبي لبن الجاموسه والبقره بطلع برضه للي يستاهل واللي محتاج. يا رب يا رب رجع حالي. ده شجع عمري يا رب شجع عمري. وحد الله وحد الله يا علاء. كله خير من عند ربنا. لعله خير ان شاء الله. خلي ايمانك بربنا قوي. ان شاء الله هترجع لك. ما تخافش. سلمها لله يا علاء. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكالي عليك يا رب، تكالي عليك يا رب. تعرف يا علاء، أحلى حاجة وأحلى متعة الصبحية والشمس كده بتطلع وإحنا رايحين الغيط، وبرضه دلوقتي والشمس بتروح وإحنا مروحين من الغيط. متعة، متعة جميلة يا ولا. صح يا ولا علاء؟ ولا أنا اللي بحس بالإحساس ده لوحدي؟ جو الريف ده يا ولا لا يعلى عليه. الهوا اللي فيه هوا نقي، هوا صحي يرد الروح. الحمد لله. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال، سواء على اللقمة أو الصحة أو النفس أو العيشة الحلوة اللي احنا عايشينها. أهل البلد دول ناس حلوة جو. لما تبقى ماشي تلاقي اللي بتزغرط واللي بتضحك وسلام عليكم ومساء الخير، والناس متجمعة كده كلهم قاعدين في الصيف ده قدام البيوت من الحر. بس هنا عندنا في الريف الجو مش حر جو. ليه؟ عشان الأرض طينة. الأرض طينة، تلاقي الهوا جميل، تقعد قدام باب الدار كده تعمل لك كوباية شاي وتاكل، واللي عنده شجرة يقعد تحتيه. متعة. تعرف الناس بتنام هنا تحت الشجرة قدام باب الدار. هنا أمان مهما كانت الدنيا. لا، السعادة في الناس اللي حواليك. طبعا يا شندوين، أيوة، أحلى متعة. أني قعدت العمر ده كله مرضتش أتجوز. كل حاجة بقيت أعملها لإخواتي البنات، جوزتهم كلهم. الأربعة اتجوزوا وخلفوا وما فكروش فيا. أخويا ما اتجوزش ليه؟ البنت الوحيدة اللي كنت بحبها، عشان كان في واحد جاي يتقدم لها، واني كان المطلوب مني إن أشور إخواتي. ضاعت من إيدي، ودلوقتي اتجوزت وخلفت وعايشة، ربنا يسعدها. واني أقلمت حياتي على الشغل في الغيط وساعد أبويا وساعد أمي وعمامي. وفاتني القطر يا عم شندويني، فاتني. وضيعت عمري على اخواتي البنات، واتجوزوا كل واحدة راحت بيت جوزها، هما بيسألوش على اخوهم. انا اللي وقفت بقيت ازرع الزرع في عز المطرة والسجعة، واحصل الزرع في عز الحر والشمس. القطن ده كنا نروحه جو حر موت واحنا بنجمع القطن. ولا الرز ساجعة وحار، تزرعه في الساجعة وتحصده في الصيف في عز الحر ولا الجمح. أيام يا عم شندويني وعمري راح. بقى عندي 40 سنة وما اتجوزتش. أنا اللي كانت كل البنات الحارة كلهم كانوا يتمنوني. خسارة، ضيعت عمري، ضيعت عمري عشان إخواتي البنات. ويا ريت وطمر ما بيسألوش عليا ولا بيدوروا عليا. ويوم ما اجي اروح لواحده زياره تقول لي معلش معلش يا علاء، اصل احنا مش فاضيين يا حبيب، اصل جوزي مش فاضي، اصل العيال، اصل المدرسه، اصل. واديني في الاخر اهو بقيت اصلي، علاء الاصلي، ولا زوج ولا عيل يحمل اسمي. واجي اتجوز دلوقتي، يوم ما اجي اتقدم لواحده دلوقتي في السن اللي انا فيه ده هتقول لي انت كبير عليا، مش هينفع اتجوز بنت صغيره. ما هو ياخد واحده مقرمله، يا واحده متطلقه، يا واحده عنيزه زيي، وابقى ضيعت عمري. بس ارجع واقول الحمد لله، لعله خير حلو من عند ربنا. الثواب اللي انا عملته لربنا مش لاخواتي. طمر فيهم او ما طمرش، انا عملته لربنا. الحمد لله على كل حال. يا عالم، مش يمكن كنت اتجوزت وطلعت مراتي مش كويسه، يمكن ربنا يشيل لي الاحلى، ولا ايه يا عم شندويني؟ ولا كلامي غلط ولا ايه؟ اوعى تندم على حاجة خير عملتها يا علاء. انت زي ابني يا ابني. انت لو كنت انا خلفت زمان كان زمان عندي ابن كبير كده، زي مش كبير قوي يعني بس يبقى كبير. والحمد لله انا ما خلفتش من مراتي الاولى ولا من مراتي التانية، لعله خير. فانت يا ابني تحمد ربنا على كل حال، والحمد لله. انت عملت خير لربنا، لاخواتك، لاهلك، للناس. انت عملت خير لله. اوعى تعمل خير وتندم عليه ابدا، ابدا يا ابني، ابدا. الحمد لله. وكويس ان انت بصحيتك وبتمشي على رجلك
وبتروح شغلك. الحمد لله طول ما انت صحتك فيك يا ابني، وبتدوس على رجلك، وبتروح تقضي مشاويرك وحاجتك لنفسك، قول الحمد لله. يا ابني الإنسان ما يهدهوش غير المرض. الواحد ما فيهوش إلا لسان، ويوم ما ياخد لطشة برد ولا وجع في بطنه تلاقيه كده هو ملوش لازمة. لا يا ابني، الصحة أهم شيء. انت تطلب راحة البال والصحة من ربنا. أهم شيء يا ابني راحة البال وصحتك يا ابني. الحمد لله على كل حال. ربنا يرزقنا صحة وراحة البال ويدومها علينا نعمة يا الله. وبعدين انت راكب معايا العربية وزنيجني وانا مش عارف اقعد. جرى ايه يا عم شندويني؟ انت اللي راكب معايا عربيتي، دي عربيتي انا على فكرة، وانت اللي زنيجني. شايف انا داخل في ورك الحصان اهو، وداخل يعني لو الحصان اداني بالرجل كده انا هيفعص. انا اللي واخدك معايا عشان اروح، وانت عندك عربية؟ انا اللي عندي عربية بحصان اهو، دي اللي طلعت لي من الدنيا. الحمد لله. الحمد لله يا ولدي على كل حال. ربنا يصلح الحال ويرزقك ببنت الحلال اللي تهنيك يا رب وتسعدك. بس انا عايز اعرف، انت مش كنت رحت تخطب البت زنوبة؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ رحت عشان اخطبها وجرينا الفاتحة، وبعد كده أنا خرجت بره، سمعت البت زنوبة وهي بتقول لصاحبتها البت هبة، بتقول له هو ده علاء بجاني المتعلمة المتنورة وأنا صغيرة أتجوز واحد زي دي عجوز ومسلوع ومعضم؟ ده عامل زي خلة وفيها زيتونة. لما واحدة بتتريق على خطيبها ينفع أتجوزها؟ لا ما ينفعش. مش معنى كده إن زنوبة وحش، لا، زنوبة محترمة وكويسة وأمها مربياها، لكن هي ليها كمان حرية الرأي. هي لازم تختار الراجل اللي هي هتتجوزه. هي شافتني ما ينفعش ما اصلحش ان انا اكون جوزها، تريقت علي. كلنا مليانين عيوب يا عم شندوين، كل واحد فيه عيب، كل واحد فيه عيب يختلف عن العيب التاني، كلنا مليانين عيوب. ما انا ممكن واحدة يا اروح اتقدم ليه اقول لا ده مش حلوة، ده تخينة او رفيعة او قصيرة او طويلة. كل واحد مش بالرفع ولا بالتخن ولا بالوحاشة ولا بالحلاوة، لا، انت ممكن تروح تتقدم لوحدة تشوف فيه او هي تشوفك ترتاحوا لبعضيكم كأنكم تعرفوا بعض من سنين. يا عم شندوين، ما هي الراحة النفسية دي بتيجي من ايه؟ تبص تلاقي الامور متسهل، هي عايزاك وانت عايزها وتلاقوا نفسكم اتجوزتوا. يلا الحمد لله على كل حال. يلا يا عم سوق، الدنيا ليلت، يلا خلينا نروح. زمان سعاد محضرالي الكوارع اللي انا بحبيه. اني بحب الكوارع وهي بتعملها طاجن كده في الفرن يرد الروح. تعالى يا علاء، تعالى اتعشى معانا، تعال. دي سعاد نفسها حلو قوي في الاكل. تعرف يا ولي، انا عرفت، بس ما عرفتش الكلام ده لما اتجوزت سعاد. مراتي الاولانيه انا ما كنتش اعرف الكلام ده. صحيح الست لما تكون بتحب جوزها بتطبخ الاكل النفس بتاعها يطلع فيه يا ولد، نفسها يطلع في الاكل، نفس الحب يطلع في الاكل. تبص تلاقي نفسك بتاكل كده ودماغك اتعمرت، وتلاقي نفسك اترميت في الارض ونمت ودماغك تجلد. سعاد دي بتطبخ اكل يا ولا، يا لهوي لما تعمل صينيه المحشي ولا تعمل الباميه، يا سلام يا ولا. وبتخبز العيش والرجاج، ده انا بقوم الصبح الاقيها عامله الرجاج الصبح سخن، وتخبز العيش وتعمل كل حاجه في الفرن يا ولا وعلى الكانون، يا سلام. اني ببقى في الغيط ما برضاش اكل اي حاجه، واروح كده عشان اكل معاها واتعشى معاها. اكلها ونفسها في البيت يا نعمه. ما هي المرأة الحلوة اللي بتحب جوزها، المرأة الصالحة اللي بتتقي الله في جوزها، تيجي تخش البيت كده وانت جاي تعب اليوم كله فيك، وتيجي تخش كده الدار تحس بالريحة، تحس بحاجات جميلة، تحس كده اللي انت البيت ده بيتك، في نعمة، في روح حلوة، تحس ان انت عايز تنام وتنبسط. لكن لما تكون مرة نكدية تعمل لك الاكل ماسخ ملهوش طعم ولا نفس ولا ريحة،
تيجي تاكله تحس انك عايز ترجع، ولا معدتك جبلاه ولا عينك رايداه، وتخش البيت تبقى عايز تطلع تجري، تخش من الباب عايز تنط من الشباك. ليه؟ مرة نكدية حتى حيطان البيت مش طايقاه، ها؟ من كتر نكدها وغمها طول النهار الحيطان عايزة تتطربق كده على دماغها. ايوه والله. الحمد لله اللي ربنا ما رزقنيش بزوجة من دول، ربنا اداني واحدة جميلة وحلوة، ربنا يخليها لي يا رب واقدر اسعدها. اسكت يا عم شندويني بدل ما احسدك، هحسدك على عيشتك وعلى مراتك. اسكت يا عم بقى خلينا نروح. انا لا عايز اكل معاك كوارع ولا عايز اتعشى معاك ولا عايز احس الاحساس ده يا عم. خليها لك مراتك اشبع بيها، ست حلوة، بدل ما احسدك واخليك تروح تتعارك معاها. ربنا يوعدني يا رب بزوجة صالحة وذرية صالحة يا رب، عشان اكيد عم شندويني واقول له شايف مراتي بتطبخ احلى من مراتك اهي، امال ايه؟ فدك ايه يا ولا علاء؟ ده انت بتضحك اهو يا ولا، انت بتضحك اهو. امال طول النهار وطول الليل مكشر في وشينا ليه يا ولا؟ افرد بوزك دي، لما تفرد بوزك هتجيلك العروسه الحلوه تعكسك وانت ماشي. ربنا يبسطك يا عم شندويني ويفرحك دايما على طول، ويفرحنا يا رب ويسعدنا ويبعد عننا اي حاجة وحشة مؤذية. يا رب يا ولد يا رب. احلى جو ده ولا ايه؟ ايه الجمال ده؟ شايفين يا ولاد؟ شايفين ابوك رضان ينقي الارض من الديدان؟ خدناها في المدرسه والله. يا سلام، ربنا خالق الطيور وخالق لها رزقها، الرزق ده على الله على الله. شايفين جمال شفتوا ابو جردان جمال وحلاوته وهو في الارض ابيض كده والزرع اخضر منور الدنيا. ما اقدرش اهشوهم، لا ده احنا بنستمتعوا بمتعه كده وهم قدامنا كده. يا سلام يا ولاد على الطبيعه، احلى حاجه في الحر ده الواحد اخره اللي هو ينام كده اهو، يروي الارض كده وينام بدل ما ينزل ينام في الترعه ويغطس كده، ولا تعبان يجرسه، ولا جرموت ياكل رجليه، ولا يخش في البنطلون الزعطلون. يا سلام يا ولاد والواحد نايم كده. شايفين الميه والتراوي؟ انا مش عارف الحر ده جاي من ايه، غضب من ربنا يا ولاد دي علينا ولا ايه؟ غضب، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني عايز افضل انام كده هو مستمتع بالارض. الله 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 يا ولاد جمال. انتوا لو تجربوا النومه ديت لما تروي الزرع وجنبك كده الطيور البيضة الجميلة، تحس ان انت في الجنة، وتنام كده في المية الجميلة دي تستمتع. الله يا ولاد متعة. انا نايم في المية وفي الطراوة وانتوا لا قوم يا ولا يا رمضان، قوم يا ولا، اكل البقرة جعانة يا ولا. والنوم ده غلط، انك تنام كده هو في الارض غلط يا ولا، يجيلك رطوبة ولا يا رمضان. قوم يا ولا يا رمضان، اصحى يا ولي. في ايه؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ابا انت فين يابا؟ يابا انت حي يابا؟ ابا في ايه؟ هو انت اللي ضربتيني؟ ابويا كان هنا؟ ايه ده، هو كان حلم ولا ايه؟ حلم؟ بس انت اللي ضربتيني يا دي البقرة. وايه اللي جابك ورايا هنا؟ حتى لو انت جوعانة تيجي ورايا وتدوسي عليا، انت اللي ضربتيني. يستحيل ابويا يضربني ابدا. جعانة؟ بنت هريت الدنيا، ده انت زمانك كلت البرسيم كله وبوظت الارض، جايه وسحبالي ابنك وراكي كمان، جايبه العجل الصغير وجايه ورايا لغايه. هو انت عامله زي لوزه مش سايباني في حالي، وانت كمان مش سايباني في حالي يا دي البقره، وجايه ورايا وتنزلي الارض كده. هي لوزه مسلطاكي عليا ولا ايه؟ ازاي البقره بتاعتي تضربني وتدوس عليا وانا نايم؟ ولا ما يكونش ابويا؟ ممكن ابويا هو اللي ضربني يا اولاد. انا عايزه اروح احكي الحلم ده لامي عشان تقول لي اعمل ايه، ابويا جالي وضربني ولا ايه؟ انا مش عارف حاجه. يلا تعالي ورايا يا بقرة اما اكلك يلا. وانت عامل ايه يا فاتح؟ وانت دايما مسافر كده مالكش اختي تيجي تسال عليه؟ يخصى عليك كده برضو. انا زعلانه مين؟ المفروض الاخ يسال على اخت مهما يسافر. الله، ولا انت عشان ما انت سافرت الهندي يعني بقيت هندي زيه؟ لا يا اخوي، انت نسيت بلدك ونسيت انك فلاح ولا ايه؟ جرى ايه يا سعديه يا اخت؟ حد برضه ينسى اهله وناسه؟ بس انا جالي شغل هناك وكان لازم افضل اشتغل، واديني اول اجازه قلت اجي ابص عليك. الله، جرى ايه يا سعديه؟ انت يا بيت اللي انا سمعته من البلد انك انت معذبه مرات ابنك عمر، ليه كده؟ مع اني سامع البلد كلها بتتكلم عليه وبتقول عليه ان هي محترمه وكويسه. ليه كده؟ ليه يا سعاد؟ ليه؟ اسمي سعدية مش سعاد.
هو انت يا ولا لسه فاكر البنت سعاد ولسه بتحبيه؟ ها؟ ايوه يا سعدية، سعاد دي حلوه ومحترمه، وانا بصراحه راجع علشان اتجوزها. انا بحبيها عشان كانت ست في حالها كده، لكن اختها دي شريره. بس اللي انا سمعته ان سعاد اتجوزت شندوين. ازاي يا اختي؟ ازاي تتجوز راجل غيري؟ ده انا قلت هروح اشتغل واعمل فلوس واجي اتجوزها. ازاي بقاني السنين دي كلها بشتغل واجي عشان اتجوزها الاقيها متجوزه راجل غيري، وراجل اكبر منها كمان في السن؟ اخصى عليك يا سعاد. انت كلمتها قبل ما تسافر وقلت لها يعني تستناك ووعدتها، يعني انت خدت منها ميعاد يا ولا وعشان كده هي اتجوزت وسابتك ولا ايه؟ فهمني الموضوع. ترى ايه بس؟ ليه كده يا اختي؟ ينفع اكلم بيت ولا اكلم واحده في البلد وانا مفيش بيني وبينها حاجه؟ انا قلت هي كبرت في البنوتيه، انا هسافر اشتغل كام سنه واجي اتجوزها اطلبها للجواز. ما جاش في بالي ابدا ان حد هيطلبها للجواز وتتجوز. دي كانت محترمه، ده انا كنت اخاف اعدي اسلم عليها ولا ابص في عينيها من كتر احترامها وخجلها وكسوفها. دي محترمه جدا. يا بختك يا عم شندويني، اتجوزت الحته بتاعتي، اتجوزت سعاد. ربنا يسعدك يا سعاد، وانا ربنا يعوض عليا يا رب. ربنا يعوض عليك يا اخوي. بقول لك ايه، تعالى معاي لما اوريك مرات عمر. تعالي يا اختي، تعالي وريها لي. انا سامع عنها سمع حلو، ان بيقولوا عليها فتحيه بتطبخ طبيخ حلو وست محترمه. تعالي اروح اكل لقمه عندها حتى واسلم عليها واغير المود اللي انا فيه ده. فتحية مين اللي انت بتتكلم عليه؟ انا بكلمك على صافي مرات عمر. الله، ما تخليك نبيه كده وفتح معاي. هو مش عمر متجوز فتحيه ولا ايه؟ انت فكراني ايه؟ خلاص يعني مش فاهم ولا حمار؟ جرى ايه يا اختي يا سعديه؟ مالك طايحه فيا كده وفاكراني يعني عشان ما اتجوزش البنت اللي انا بحبها واتجوزت يبقى مخي طق وراح خلاص واتجنن؟ يلا، مش مرات عمر اسمها فتحيه برضو ولا ايه؟ عمر متجوز 2، اللي ما تتسمى اللي اسمها فتحية اللي منكده عليا ليل ونهار وعامله له اسحار واخداه مني، وصافي بنت الاكابر من عيله كبيره قوي هي، واتجوزته وسايبها عندي هنا في الدار. الواد ده انا مش عارفه اعمل معاه ايه. انا عايزاه يطلق فتحيه ويفضل مع صافي. كده برضو يا عمر؟ يا عمر تسيب خالك كده، مش معاها عروسه واحده؟ انت متجوز لي 2؟ يا حلاوه يا ولاد، ايه الجمال دي؟ يلا بينا يا اختي، يلا شوقتيني، انا عايز اشوف مراتات عمر. 2 يا ولاد، 2 وانا ما عنديش واحده. تعالي وريهم لي. بس بص هقول لك حاجه يا سعديه يا اختي، ايه يا ام عمر انت، انا هحكم بالعدل. انا هشوفهم ال2 وهقول لك مين فيهم الحلوه وتستاهل عمر ابننا ومين اللي غير صالحه. وما تزعليش من رايي، عارفاني طول عمري رايي صريح. طول عمرك حجان يا اخوي، ايه، وانا عارفه انك حجان وانا هاخد بكلام وشوف رايي ايه فيهم، رايي صح ولا غلط. ايه، يلا بينا. سلام عليكم وعلى اهل الدار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حماتي، نورت يا اختي ونورت بيتك وبيت ابنك. انا عارفه يا اختي ان البيت ده منور بابني طول عمره، طبعا هو منور بعمر. ربنا يجعله يا حماتي منور بعمر ومنور بيك يا رب. انت يا اختي بتضحكي على ايه؟ مالك فاتحه بوجك كده وبتضحكي؟ ايه، في حاجه بتضحك هنا؟ اصل اول مره يا حماتي اشوف حد من الهند. كان نفسي من زمان، انا بحب الهند جو، وكان نفسي اشوف الهند وهي بتتكلم كده، واهو واحد هندي ولابس هندي اتكلم كده يا عم الهندي. عايزه اسمع الكلام الحلو اللي انت بتقولوه. بتتكلموا بالهندي كده وتقعدوا تبربطوا، تبربطوا ولا تمرمطوا؟ ايوه، بس انا مش بفهم حاجه تصدقوا. بقعد اسمع الافلام والمسلسلات الهنديه كلها، لو ما كانش مترجم والله ما بفهم هما بيقولوا ايه. كلمني كده وتعالى علمني هندي. لا يا اختي، هو مش هندي، ده اخويا فتحي، وكان عايش في الهند ولسه راجع. كان راجع يتجوز ويشوف بنت الحلال ومسافر تاني. امال ايه؟ اهلا بيك يا سي فتحي، نورت البلد كلها. طبعا من فات قديم وتاه، دي بلدك تلف تلف وترجع ليه، وتيجي اتعلمت لك شويه هندي وشفت الهند وكلت الشطه الحراجه هناك واتلهلبت وكلت اكلاتهم وبهاراتهم. يا ريت تكون جبت لنا شويه بهارات من اللي هناك، حاجتهم جميله جوي جوي. حاضر يا ست فتحي، انا جايب بهارات وجايب حاجات كتيره من الهند هجيب لك، وجايب ساري كمان، جايب ساري من الهند هجيب لك ساري تلبسيه هيبقى عليكي جميل. ما اللي على امي ده انا اللي ببعتهولي، اي ساري هندي ببعت لامي تلبس. امي شوفي نسيت العبايات والجلاليب الفلاح من كتر ما بتلبس الهند. بس تصدقي وتؤمني بالله، لا اله الا الله، العباية عليكي بيسموها دي في بلاد كتير فستان. بجد هتاكل من عليكي حته. انت زوجك حلو في العبايات، جميل عليك، ويكفي انك انت وشك بشوش وبتضحكي. ربنا يسعدك يا عمر يا ابني يا رب. فعلا الكلام اللي بيتقال عليكي صح. ادوني بس 5 دقايق كده احضر لكم احلى اكل.
اني اعمل لكم احلى اكل تاكلوه، كل طبعا من خير عمر ابنكم. يا سلام يا ولاد، بقى عندي خال جميل، ربنا يخليك لينا يا خال فتحي. بس قول فين مراتك وولادك؟ ما جوش معاك ليه؟ يا غبيه، اني بقول لك جاي يتجوز تقولي له عيال ومرات؟ انت غبيه يا بنت. ايه يا حماتي، معلش، اصل هو شكله كبير وانا بحسبه متجوز ومعه اولاد، يجوا الجنينه كبيره اهي يلعبوا ويعملوا اللي هم عايزينه. طبعا هو فيت الساعه لما اي حد يجي من ريحه عمر ينور البيت كله. يا سلام يا ولاد على اللمه والجمال، ده احلى يوم النهارده، ده احنا زرنا النبي عليه الصلاة والسلام. بعد اذنكم، بعد اذنك يا حماتي، يا عسل انت يا منوراني يا جميل. مره برده، ايه البرود اللي هي فيه دي؟ شايف عمال تضحك وشوف بتعمل ازاي وتتكلم ازاي، برده جو حلوفه كده في نفسها. ربنا يوعدني بعروسة زيك يا فتحية، تكون زيك كده. يا سلام يا ولاد، هيبقى يوم الهنا والمنى. ده انا هذبح عجل وافرجه على البلد كلها لو ربنا وعدني بواحدة زي فتحية كده. يا بختك يا ولا يا عمر، يا بختك يا ولا، عندك زوجة بسم الله ما شاء الله، ربنا يسعدكم ببعض. انت بتقول ايه يا فتحي؟ ايه انت بتدعي لهم يكملوا مع بعض ليه كده؟ داني بكرهها ومش طايقه اشوف، ايه وعايزه امسكها لانها عالجه موت. دي برد، ما يغركش انها بتضحك وبتعمل الكلام ده كله، ده من ورا قلبيه. دي ست مش كويسه خالص، انا مش بحبها. انت ما شفتهاش وهي بترد عليا وبتزعج لي وبتتعارك معايا وانت مش شين؟ انا مش راجل غبي ولا غشيم، انا لفيت البلاد كلها وعرفت ستات كتير يا سعدية، واقدر احكم واقول لك ان الست دي ست شريفه وعفيفه، ست نظيفه وقلبها ابيض، ست بتحب ابنك بجد ومش منتظره منه حاجه ولا مال ولا جاه ولا عايزه حاجه منه. الست دي عايشه في الدنيا دي عشان تسعد الناس اللي حواليها وبس، حتى لو على حساب نفسها. لا يا اختي، انا مش هدافع لك علشان انت اختي، حتى لو كرهتيني وكرشتيني عادي اروح اقعد في داري، انا عندي دار هنا في البلد. بس دي الحقيقه، الست دي محترمه وكويسه. لا انت اللي جديد عليها، انت اللي كرهاها ومش حباها، عشان كده عايزه تكرهيها في عيشتها وحياتها وتطلقيهم من بعض. الكلام اللي انت قلته لي كله غير صحيح. انا كانت كل الناس يقولوا لي عمر وجع وجعه حلوه، وجع في ست محترمه. انا كنت بسمع من الناس كلها، مفيش ولا واحد بس جه ذم فيها ولا قال عليها كلمه غلط. لا يا اختي انت ما عندكيش حاجه. وعلى العموم احنا لسه مكملين، ادينا هنقعد معاها شويه وبعد كده بعرفيني على مرات عمر التانيه واني هحكم. ما هي جايزه التانيه برضه تطلع كويسه وجايز تطلع وحش. الحقيقي انا هقولها شهاده اتحاسب عليها يوم القيامه، مش حاجه في صف اختي خالص، حتى لو هنعادي بعضينا. وانت ما تزعليش من الحاج يا سعديه، انت عارفاني اللي طول عمري بقول الحاج وما اعرفش غيره. انا عايزه اعرف كل اللي يشوف الست دي ويتعامل معاها يحبها ليه؟ ده حتى ابني عمر اللي كان بيسمع كلامي على طول بيحبها وبيموت فيها، ده بيعشقها، ده ما يقدرش يستغنى عنها ولا بيصدق اي كلمه عليه. الله، ايه الحكايه يا ولاد؟ انا مش شايفاها كده خالص، انا شايفاها هي واحده غلاويه ومتجوزه ابني على طمع عشان يربي لها عيالها ويصرف عليها. لا انا مش هسكت على الموضوع ده كتير ابدا، لا انا مستكتة وانا هعمل حاجه، والنبي لخلي الدنيا تتجلب عليها واعطيها. ربنا يهديك يا سعديه يا اختي يا رب. هو ايه اللي ربنا يهديني؟ هو ربنا معفرتني يعني انا متعفراتي راكبني مليون عفريت، هي تقول لي ربنا يهديكي وانت تقول لي ربنا يهديكي؟ جرى ايه؟ انتوا شايفيني مجنوني ولا طالعه من سرايا الصفرا؟ جرى ايه يا فتح؟ حتى انت يا ولا بتقول لي ربنا يهديكي، شايفني مجنونه يا ولا؟ جرى ايه يا اختي مالك عصبيه كده؟ ايوه ربنا يهديك ويهديني ويهدينا كلنا. الله في ايه؟ هي الدعوه دي وحشه؟ هو انا بدعي عليكي بقول لك ايه ربنا يا عفراتي؟ انا بقول لك ربنا يهديك، الهدايه دي تجوز علينا كلنا. الله يا ريت اي حد يدعي لي بالهدايه ويقول لي ربنا يهديني، وعشان يعني بقول لك ربنا يهديك يبقى انت خلاص مجنونه وطالعه من سرايا الصفر. جرى ايه؟ اظبطي كده ووزني نفسك يا اخت. مال انت ما بقيتيش زي الاول. لا مش اختي سعديه اللي انا اعرفها وعارفها، ست تعرف ربنا وصبوره كده. مالك كده؟ مالك؟ اهدي شويه على نفسك. خد يا ولا يا فتحي رايح فين؟ ايه العكنانه دي؟ ده انا قعدت معاكي كام ساعه حاسس ان انا متعصب ومتضايق من نفسي، عايز اضرب اي حد حواليا. مالك كده؟ مالك؟ ده انت كنت بتقعدي معاني تهديني، مالك كده بتعصبي اي حد حواليك؟ انت عصبيه ومنفعله واي حد بيتكلم معاكي بتعصبيه وبتضايقيه. يخص عليك. لا يا سعديه انا ما اتباتش على الوضع دي، انا اللي فيها مكفين ومش هستحمل نكد دهان. يا خالي فتحي، يا حماتي، يلا الاكل جاهز، يلا ده انا حضرت لكم احلى فطار النهارده. يا سلام يا ولاد على اللمه الجميله، ولما يبقى البيت كده مليان ناس، الله انا بحب الجو دي. ربنا يبسطكم يا رب زي ما انتم مليتوا عليا الدار وبسطتوني. يلا يا خالي. خالك مين يا اختي؟ هو خالك منين؟ هو انت هتتلزقي فيني؟ هو خال عمر بس مش خالك انت. وماله يا حماتي؟ ما هو خال جوزي يعتبر خال، الله، وام جوزي تعتبر امي. جرى ايه يما؟ الله، امك ايه يا اختي؟ كاتك غم على قلبك ونفسك وصدرك. انا مش ام حد يا اختي، انا عمري ما اكون امك انت، انا ابقى ام كل الناس كلها الا انت. قال امي، قال كاتك غمي.
وماله ياما، انا ما بزعلش منك. اي ام بتشتم بنتها وبتتحمل عادي، اصل امي هتعمل فيها ايه يعني؟ ايه هتقول لها لا انت مش امي؟ لا انت ام، اشتمي واعملي اللي انت عايزاه براحتك، خدي راحتك خالص. عارفه ياما انا عمري ما زعلت منك ولا هزعل منك، تعرفي ليه؟ انت ام عمر، ام الغالي، ام الراجل اللي بينام في حضني وبيسعدني وباسطني في حياتي وساترني بعد ربنا وحاميني في الدنيا. ده انا اشيلك في عيوني واشيلك في عينيا ياما، حتى لو انت مش بتحبيني انا بحبك. يكفي ان انت خلفتي عمر، خلفتي جوزي، خلفتي لي راجل بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه من العين والحسد والسحر يا رب. احلى حاجه في الدنيا واحلى هديه انت اديتيها لي ياما، مهما تعملي فيا انا لازم اشكرك على الهديه اللي انت اديتيها لي. انا سعيده جدا ومبسوطه ان عمر ده في حياتي وان اهله دول حواليا. انا ام وابويا ماتوا من زمان، ما عنديش الا اختي، بسم الله ما شاء الله لقيت ام بدل الام امين، وديني لقيت لي خال انا كمان، وعندي عمتي اخت جوزي. ما جبتهاش معاكي ليه ياما؟ يا سلام على اللمه، لو تعرفي انا ببقى مبسوطه بوجودك معايا والله، حتى لو بتزعجي وبتشتمي ومديتي ايدك عليا وضربتيني انا بحبك ومبسوطه ياما. ده الدار في الدار، ده احنا بيني وبينك باب بيفتح على البيتين ياما، انت اللي جافلاه بالترباس من عندك، سيبيه مفتوح عشان اطل عليكي وتطل عليا ياما. محدش واخد منها حاجه غير الكلمه الحلوه، انا بحبك، محدش ضامن عمر وانا عمري ما هكرهك، ومهما تعملي انا هفضل احبك. ربنا يهديكي يا حبيبتي. يا لهوي، برضه بتقولي ربنا يهديكي؟ اخويا بيقولي ربنا يهديكي، وفتحيه الهبله العبيطه الغلاويه بتقولي ربنا يهديكي. هو انا اتجننت يا اولاد؟ هو انا طالعه من السرايا الصفري ولا من العباسيه؟ يا خرابي، بره منك انت يا فتحيه، بره انت بتحرقي لي دمي، انت بتكلميني وتعامليني كويس عشان تحرقي دمي وتفوريني. ايه تقولي بدل ما اتعارك معاها وازعج معاها احرق لها دمي؟ منك لله يا بعيد، فورتي دمي وحرقتي دمي. يا لهوي، اذا كان ابني سايب حقي اخويا اللي سايب الغرب يمرمطوني ويشتموني ويبهدلوني. اخس عليك يا فتحي، سايب اختك تدهن كده اهو يا ولا. ايه ده؟ فين الرجوله والنخوه؟ سايب كده واختك بقى واحده زي ده، هي عرسه زي دي تبهدل اختك يا ولا. حقك عليا يا مرات ابني، حقك عليا يا فتحي، ما تزعليش، انت ست محترمه وسمعتك سباكي في البلد. حقك عليا، انا عارف ان اختي مفتريه وبتفتري عليك، انا سمعت من الناس، بس اللي انا شفته دلوقتي لا، الناس عندها حق واختي ما عندهاش حق. انت ربنا يسعدك ويبسطك مع عمر ويهنيك، ما تزعليش يا بنتي، الدنيا مليانه وكل ما تعيشي هتشوفي، وكل ما تعيشي هتتعلمي. اوعي تكوني فاكره تقولي انا اتعلمت من الدنيا، لا، يعيش المعلم ويموت برضه ناقص حلال. طول ما انت ماشيه في الدنيا هتتعلمي وتجابلي صدمات وتتعلمي من غلطات. حقك عليا يا فتحيه، ما تزعليش من خالك، اي حد يزعلك حتى لو اختي. كلامك حلو يا بنت، كلامك هدأ اعصابي، ده انا قعدت مع اختي ساعتين ثلاثه ما تحملتش نفسي، انت متحملاها ازاي؟ انا بقول قدامها اهو. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك يا فتحيه يا بنتي، يا رب، ويكون في عونك انت كمان يا عمر يا ابن اختي. يعني انت مسافر بقالك سنين ويوم ما تيجي تنصفني تكسرني كده، بتعليها هي على اختك؟ ده حتى اختك لو غلطانه هي المفروض انت تدافع لاختك وتيجي في صفها. ازاي تيجي في صف واحده انت ما تعرفهاش ولا عاشرتها كده اهو؟ برضو ماشي، انا اللي مش عايزه اكلمك طول حياتي. انت اخويا؟ لا انت مش اخويا ابدا، انت ما بقيتش اخويا، انت لما سافرت بره ما بقيتش اخويا، نسيت اختك. وبعدين يا حماتي ما يصحش اللي انت بتعمليه ده، اخوك جاي من بلاد سفر، جاي عشان ياكل لقمه حلوه ويتهنى ويقعد معاكي حبه ويقعد معانا ويغير جو، تعكنين عليه؟ لا يا حماتي، تعالي يا حماتي يلا اهدي كده وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وتعالي يا حبيبتي، تعالي يلا انا حضرت الاكل، يلا تعالي ناكل لقمه حلوه، تعالي يلا يا خالي، يلا يا خالي، ده البيت نور، البيت نور بيك، انت خالي وحبيبي، ده عمر هيفرح بوجودك. والنبي لا اداك عندنا النهارده، احنا عندنا بدل الاوضه مليون اوضه، البيت بص يساعي من الحبايب 1000، ده بيت ابن اخوك ابنك، ده انت تنورنا. يلا يا بنتي، انا جعان ومن كتر ما بسمع عنك مشتاق ان انا اكل من اكلك الجميل الحلو ده. يلا يا بنتي، ربنا يصلح حالك ويهديك ويبعد عنك اي نكد واي مشاكل واي زعل، ربنا يفرحك باولادك ويسعدك، والف مبروك لزنوب، الف مبروك، ربنا يسعدها مع جوزها. انا سمعت كل حاجه وعرفت كل حاجه، وعارف ان عمر هو اللي وقف معاه، عمر ده راجل وشاه. اوعي اسمعي من خالك، اوعي اي حاجه تفرق بينك وبين جوزك، ما تسمعيش كلام اي حد، وخليكي جبل جبل كده وصد الصدمات. يا بنتي اللي يحمي البيت مش الراجل، الست هي اللي بتحمي البيت، هي عمود البيت، لو هي فركشت الليله البيت كله اتشرب. لو الراجل مشي، هو بيقول لك ايه في مثل قديم على ايامنا، الاب يطفش والام تعشش. انت تقدري تحافظي على بيتك واولادك وجوزك
اوعي تطلبي الطلاق، واوعي اي حاجه تحصل في الدنيا دي كلها تخليكي تطلبي طلاق من جوزك. حتى لو الراجل غلط هيغلط مره 2 3 10 وفي الاخر فين؟ في بيته هيكون موجود. ودي نصيحه من خالد، من راجل لف الدنيا كلها وشاف هموم وشاف مشاكل الدنيا. ربنا يصلح حالك وتكملي بعجلك يا بنتي. انت عاجله يا فتحيه ومخك يوزن بلد. انا ما كنتش اتصور ان في واحده فلاحه ذكيه ومخها ذكي وزيك كده. انت جمالك جواكي فعلا، جمال الروح ده يغطي على اي حاجه، حتى على جمال المظهر. للاسف احنا في ايامنا لازم الواحد لما يجي يتجوز واحده مظهرها حلو. ايوه صح، انا لازم اتجوز واحده حلوه مظهرها حلو مقبول، يعني مش لازم تكون ملكه جمال العالم، بس يكون من جواها ابيض. لكن اختار الجمال والمظهر بس؟ لا. وارجع الاقي واحده من جوه مش هي اللي انا بتعامل معاها. ربنا مديكي كل حاجه، احمدي ربنا على النعمه اللي هو اداها لك. ربنا يخليك ليا يا خالي. من زمان، من ساعه ابويا وامي ما ماتوا وانا مش بلاقي حد يدافع لي. انا عندي ربنا، بس اول مره احس ان ليا خال. انا ما عنديش خلان، اول مره احس بخالي يكون خايف عليا وبينصحني. ربنا يخليك يا خالي يا رب. انت احلى حاجه في الدنيا، وانت عشان كويس من جواك وقلبك ابيض فبتحس بالناس اللي جواك. بس عايزه اقول لك، حماتي انا مش بزعل منها، دي امي، كل امي كده. انا مصيري لما اجوز ابني برضه هزعل واغير عليه اللي هو راح لواحده تانية، حتى لو كانت حلوه او وحشه، بيحبها او ما بيحبهاش، هغير على ابني علشان انا اللي ربيت. وبعد العمر ده كله جت واحده خطفته مني. هي عندها حق يا خالي، سيبها، هي واحده مجروحه وزعلانه، حتى لو هي ما بتحبنيش مش مشكله، انا بحبها. هي بتحبني ما بتحبنيش، انا بحبها. هي عايزاني اكون مرات ابنها ولا مش عايزاني، انا هبقى مرات ابنها، وانا مرات ابنها. عمر انا مش هفرط فيه بسهوله، حتى لو عمل ايه، ده جوزي وابو ولادي وحب عمري، ما اقدرش اتخلى عنه. ربنا يكملك بعجلك يا فتحيه يا رب. حماتي وقعت في الارض، الحقها. سيبيها، هي مش اغمى عليها ولا حاجه. كانت زمان وهي بنت لما تكون عايزه حاجه ولا عايزه كلمتها هي اللي تمشي كانت ترمي نفسها كده، واحنا نفكروا ان هي مغمى عليها. علشان كده عرفناها، هي فايقه وصاحيه وعارفه كل حاجه. سيبيها تمثل براحتها. انا فكرتها اتغيرت وصلحت من حالها، بس لسه هتفضل تعمل كده. كانت بتعمل كده مع جوزها برضه، لكن دلوقتي انا مش عارف هي بتطول في الموضوع ده ليه كده. ليه بتحاول تأذي كل الناس اللي حواليها؟ مش اختي، مش عارف هي اتغيرت كده ازاي. قومي يا سعديه، قومي، بلاش تأذي الناس بعمايلك، وبلاش تنكدي عليهم. الناس مبسوطين وحلوين، بلاش تيجي عندهم وتنكدي عليهم. عمر، ايه اللي جابك بدري؟ انت سبت الشغل ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه يا فتحيه، عايزاني اعرف ان خالي جه من السفر وما سلمش عليه؟ ده وحشني. خشي انت حضري لنا الاكل، يلا خشي قبل ما اشبع من خالي. حاضر يا حبيبي. الحمد لله على السلامه يا خالي، انت وحشتني كده برضه. بقالك اكتر من 10 12 سنه مسافر. هي الهند حلوه كده؟ تصدق انا سافرت كل البلاد الا الهند. الحق امك يا عمر، الحق امك يا اخويا. مالك ياما؟ فيكي ايه يا حبيبتي؟ انت ما شفتنيش وانا مغمى عليا يا عمر؟ شفتك ياما، بس قلت يمكن هي نايمه على الزرع عشان بتحب تنام على الزرع عشان بيبقى ساجع وحلو كده وانت بترتاحي عليه، قلت خليكي نايم. يا عمر انا كان مغمى عليا. مراتك يا اخويا، انت هتسيبها تفضل تجرح فيا وتعمل فيا كده؟ ده بترد عليا الرد برد يا ولا. انا مش قادر. حتى اخويا لما جه من السفر بينصفها هي ومش بينصف اخته، يعني هيبقى ابني واخويا الاتنين عليا ليه كده بس؟ ياما انا عايز اعرف فتحيه اذياكي في ايه؟ ياما سيبيني عايش مبسوط ومرتاح. ياما انا عندي هموم في الشركه. ياما اللي اكتشفته النهارده ان صافي كتبت حاجات كتيره باسمها ياما، وده عامل مشاكل معايا في الشغل. مش عارف اودي اي شغل ولا اصدر شغل، لان الشركه باسمها هي. الاول كانت باسمي، كنت بصدر عشان انا صاحبها. دلوقتي لازم هي تمضي على كل الاوراق عشان الحاجه تتصدر. شغلي كله واقف ياما، حرام عليك ارحميني. انت عايزه ايه ياما؟ انت امي، قولي لي عايزه ايه وانا ارضيكي. عايزه ايه؟ فتحيه مراتك دي ست كويسه يا عمر، ما تسمعش كلام حد. دي ست محترمه وكمل وعاجله ومخها يوزن بلد. سيبك من كلام امك واتبه لشغلك وشركتك وشوف ايه اللي هيضيع منك. شغلك لو ضاع يا عمر انت هتخسر كل حياتك. انت عايزه ايه ياما؟ عايزه ايه؟ بصي ياما، بعد ما نفطر انا هاجي اقعد معاكي شويه واشوف ايه اللي انت عايزاه، واحاول اراضيكي على قد ما اقدر ياما. ماشي يا عمر، وانا هستناك. انا هروح اني بقى، اروح انام لي شويه. يا ياما مش هتقعدي تفطري معانا ياما؟ افطري مع ابنك ياما. هتروحي تفطري هناك لوحدك؟ ابوك ما راحش لغايه النهارده عشان تعبان. اني هقعد افطر معاه واتكلم معاه كلمتين. صافي محضره لنا الاكل. صافي بتقوم تعمل لي الفطار والغدا والعشاء وتعمل لي كل حاجه، بس هي النهارده حضرت الفطار ومشيت. قالت لي انا راح اجيب هدوم من شقتنا وجاي. هي سافرت تجيب لها كام غيار كده وتيجي.
اهو يكون انت جيت اتكلمت معايا ونخلص الموضوع ده، نشوف اخرتها ايه. براحتك ياما، اللي تشوفيه صح اعمليه. بس انا كان نفسي تقعدي تفطري معانا كده واللمه تحلى. ده خالي هنا، واول مره ياكل معانا من بعد ما جه من السفر ده كله. المفروض تقعدي مع اخوك تاكلي معاه لقمه تفتحي نفسه. شايفه كان جاي فرحان، بصي عامل ازاي. ليه كده؟ اقعدي ياما افطري معانا ياما، اللمه حلوه. لمه الاهل بتبقى حلوه ياما. ابدا والنبي ما اقعدش على طبليه فتحيه قاعده عليه، ابدا تحرم عليا لمتي انا وهي. انا مش عارف اعمل ايه، بس ربنا يهديك ياما. مش عارف اخد بالي من الشغل والشركه والحياه. حتى الشغل الشركه مش عارف اصدره، لان الست هانم صافي عملت اللي عملته، كتبت الشركه باسمها وكتبت حاجات كتيره باسمها مضتني عليها، وقدمت الورق ده في الشركه. ما ينفعش اي شغل يطلع من غير امضتها هي. كل شغل واقف يا خالي، كله واقف. انا مش عارف، حياتي كانت ماشيه كويسه من يوم ما اتجوزت فتحيه. في حاجات كتيره بدات تحصل، مش وش فتحيه لا، الناس اللي حواليا بدات تاذيني. مش عارف، دلوقتي انا مبسوط وسعيد في حياتي، عايزين يخربوها عليا ليه؟ ولو مراتي نكديه هيقولوا لي ده مراتك نكديه وكان روح طلقها. وست كويسه برضه صالحه يقعدوا ينكدوا عليا ويقربوا عليا. صافي يا خالي، انت عارف هي عملت فيا ايه قبل كده؟ انا مش عارف اعمل ايه، في حاجات كتيره بتحصل لي يا خالي. وكل كوم وامي كوم تاني. امي شايفاني مبسوط وسعيد ومتهني مع مراتي. ده انا بلاقي هدومي مكويه وحاجتي كلها نظيفه واوضتي نظيفه. ده لما باجي من الشغل يا خالي بتقلعني الكوتش من رجليا ولا الجسم. بتقلعني وتغسل لي رجلي بميه وملح وتحميني زي الاطفال. دي بتعمل كل حاجه يا خالي، انا هسيب ست زي دي افرط فيها فين؟ دي شغاله خدامه وحبيبه وزوجه وام ولاد كله، كل حاجه. اسيب واحده زي دي يا خالي؟ اسيبها؟ طب وهروح ادور على اتجوز واحده من المظاهر واجيب خدامه واجيب شغاله واجيب سفراجي واجيب طباخ؟ ايه يا خالي؟ اتصرف مع اختك. انا تعبت ومش عايز ازعلها عشان هي امي، بس هي بتاذيني. انا ما بيرضينيش اذيتها وبعمل لها كل حاجه، وهي مش شايفه ومش حاسه ان انا ابنها، وهي اذياني بتاذيني. انا تعبت يا خالي، تعبت. يلا يا خالي، يلا تعالى كلك لقمه معايا، سيبك من عكنانه دي. يلا يلا يا ابني نخش نفطر، انا خلاص معدتي نشفت وريجي نشف من كتر الكلام. يلا.